الشيء اللي وصل ليه المغرب مقابل فشل الجزائر وفشل النظام العسكري الجزائري الفاسد وفشل الكبرانات. كما شفتوا المحلل اش قال لهم؟ قالها لهم نيشان، قال لهم ودي حنا في الجزائر كتقولوا لنا دائما حسب التقارير الاقتصاد ديال الجزائر هو الاقتصاد الاول عالميا. قال لهم ولكن ملي كنجيو الواقع كنتصدموا، ما عندنا لا زيت لا خبز، عندنا على الطوابير، الحليب ما كنلقاو، الخبز ما كاين. وفي الاخر قال لهم كيخرج عبد المجيد تبون وكيقول لهم بالكذب ديالو، كيقول لهم لا التقارير العالميه كتقول بان الجزائر قوه عظمى، الجزائر قوه ضريبه. اش من قوه ضريبه؟ ما عندهم حتى خبز، ما عندهم الزيت، ما عندهم الحليب، ما كاين على الطوابير، يوم بعد يوم تزداد الطوابير في الجزائر. على اي بغيتكم كاملين توصلوا هذا الفيديو ل 10,000 لايك ضدا في النظام العسكري الجزائري الفاسد، وكتبوا بزاف ديال التعليقات وعطيونا الاراء ديالكم في هذا الشيء، لان النظام العسكري الجزائري الفاسد تفضح ديال بصح وتورق ديال بصح. وعلى اي بغيت نقول لكم بانني خليت لكم واحد الفيديو خطير بمعنى الكلمه، خطير ديال بصح. خليت لكم الرابط ديالو في اسفل هذا الفيديو في اول تعليق، دخلوا ليه زلزلوه حتى هو باللايكات وبالتعليقات، وصلوا لاكثر عدد ممكن من اللايكات باش حتى هو يوصل لهم دغيا ويشوفوه ويدخلوا ليه ويوصل الاعلام الجزائري.